اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. عاملين ايه يا ابطال؟ النهارده هنعمل مشروع مولد مسائل حسابية. مشروع جميل كده هيكون عبارة عن ان هو بيعمل لي مسائل حسابية او ممكن نقول math problems بشكل عشوائي، والمفروض ان المستخدم يحل المسائل دي وبنحسب له الوقت اللي هو حل فيه المشاكل دي او حل فيه المسائل الرياضية دي. مشروع هيعلمنا شوية حاجات جديدة في بايثون، وهنطبق برضو على الاساسيات اللي اتعلمناها في المحاضرات اللي فاتت. المشروع لما بيجي يشتغل بيكون عبارة عن كده، بيبتدي ان هو بيقول لي press enter to start. فاول ما ادوس enter فيبتدي ان هو يجيب لي مسائل حسابيه والمفروض ان انا احلها. وليكن مثلا ان انا هنا هجيب له غلط، فيبتدي ان هو يسالني نفس السؤال تاني. طب لو حلتها له صح، مثلا كتبت له 56، فيبتدي لما يجي المشروع بتاعي يشتغل هيطلب مني اول حاجه ان انا ادوس enter عشان يشتغل. لما يجي المشروع بتاعي اول ما يبتدي يشتغل هيقول لي press enter to start. اول ما ادوس هيجي يبتدي ان هو يديني عمليات حسابية، وجايب لي هنا ان دي المسألة الاولى. طيب انا لو حليت دلوقتي صح، فابتديت دلوقتي قلت له هنا 1، فتمام هيخش في المسألة اللي بعديها. جميل. لو دلوقتي حليتها غلط، يعني مثلا 12 في 9 ب108، لو انا دلوقتي مثلا قلت له 99 هيبتدي يعيد لي المسألة دي تاني. طب لو كتبت له 108 هيبتدي يخش لي في اللي بعدها، وهكذا. هيكون ده المشروع بتاعي. حلو. كل ما اكتب له غلط هيبتدي ان هو يعيد لي السؤال لحد ما احل ال10 مسائل او المسائل اللي انا محددها صح. تعالوا كده نحل هنا صح. جميل. اول ما خلص هيقول لي نايس work you finished in، وهيبتدي ان هو يقول لي عدد الثواني اللي انا خلصت فيها المسائل ديت، وهنا 74 ثانية، يعني بنتكلم في دقيقة و10 ثواني او دقيقة و15 ثانية. وهيقول لي ال wrong attempts، المحاولات اللي غلطت فيها هي مرتين. ده كده المشروع بتاعي. لو حابب ان انت توقف دلوقتي وتعمل المشروع لوحدك يكون افضل، وانا كده كده هعمله معاك وهنتعلم فيه حاجات جديده. انا واقف دلوقتي الفيديو لو انت رايح تعمل مشروع لوحدك وارجع لي، او يلا بينا سوا. تعالى في البدايه كده نتكلم عن اللوجيك بتاع المشروع. اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نعمل رقمين عشوائيين، حلو، عشان يبتدي ان هو ياخد منه الارقام ديت يعمل المساله. ومحتاج ان انا احدد الاوبريتور العشوائي اللي هياخد منه برضو عشان يعمل المساله. حلو. يعني كده محتاج ان انا اعمل وظيفه او فانكشن تبتدي ان هي تعمل جنريت للماث بروبلم، اللي تعمل لي جنريت للمشكله دي. طيب بعد كده محتاجين حل المساله اللي اتعملت عشوائي عشان اقدر ان انا اعمل فاليديشن. بعد كده محتاج حل المساله دي اللي اتعملت عشوائي عشان اقدر اعمل فاليديشن عليها واشوف هو تمام ولا لا. بعد كده محتاج ان انا اعمل فور لوب عشان نبتدي ان احنا نعمل المساله دي. طيب بعد كده المفروض ان احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل وايل لوب عشان تبتدي المساله دي تظهر للمستخدم كل ما يحل مساله، وبرده ان هو لو حلها غلط تبتدي المساله دي تفضل تتكرر لحد ما يحلها صح. واخر حاجه محتاج ان انا احسب الوقت اللي هو بدأ فيه واللي هو انتهى فيه واطرحهم من بعض عشان اجيب الوقت اللي هو خلص فيه. تعالوا في البداية كده نعمل اول حاجة، وهتكون البريتور. هاجي مثلا هنا في ليست وابتدي ان انا اقول له مثلا البلس، بعد كده هقول له الماينس، بعد كده هاجي اقول له مثلا الضرب. حلو. تاني حاجة محتاج مثلا ان انا عايز اشوف اقل رقم هبتدي اخد منه عشوائي، والماكس الرقم برضو اللي انا هاخد منه. هاجي اقول له هنا المينيمم. جميل. نمبر. وهبتدي ان انا احدد ارقام او احدد رقم. ممكن مثلا ان انا اقول له هنبدأ من 3، بعد كده اقول له الماكس نمبر هقول له مثلا يكون 10. بعد كده هقول له التوتال بروبلمز، انا عايزهم كام مسألة؟ ممكن نقول 10 مسائل. انت تقدر ان انت بعد ما نخلص المشروع دوت ان انت تطوره وتخليه عبارة عن ليفلز، وكل ليفل بارقام معينة، الارقام تكبر، المسألة تصعب، ان انت تعمل فيتشرز جديدة، كل حاجة. طيب المفروض دلوقتي ان انا عايز اعمل فانكشن تكون هي الوظيفة اللي تبتدي ان هي تعمل لي المسألة دي. تعالى نعمل diff اول حاجة، وهنقول هنا generate. جميل. مثلا problem. كويس جدا. طبعا مش هتاخد مني اي parameter. وهنمكن مثلا نعمل هنا متغير وهقول له ان ده الليفت، ان هو الليفت نمبر يعني، وهيكون عبارة عن random. طيب احنا محتاجين كده نستخدم العشوائية، فمحتاجين ان احنا نعمل import لمكتبة random. طيب بعد كده اقول له هنا انا عايزك ان انت random don't rand end. المفروض هياخد منين؟ هياخد من المينيمم نمبر والماكس نمبر. ده كده الرقم الشمال. طيب الرقم اللي هو الرايت برضه هنقول له random
rand n. طيب هياخد منين؟ هياخد برضو من المينيمم والماكس. حلو كده انا خليت الرقم الشمال والرقم اليمين هيبتدوا ان هم يكونوا عشوائيين من ما بين التلاتة والعشرة. جميل. دي هنا كده انا بقول له اختار راند انت، اختار عشوائي من رقم 3 لرقم 10. طيب الخطوة الجاية محتاج ان انا اعمل الاوبريتور، او ان انا احدد الاوبريتور وان هو يكون عشوائي. اقول له هنا random دوت راند اند، اكيد لا دوت تشويس، لان انا عايز اختار من ايه؟ من ليست، واقول له حط لي الاوبريتور. كويس جدا. طيب انا كده خليته يحدد لي الرقم الشمال والرقم اليمين والاوبريتور اللي هيكون ما بينهم. طيب دلوقتي انا محتاج حاجه كمان، وهي البروبلم ذات نفسها، العمليه الحسابيه هتظهر للمستخدم ازاي. ممكن مثلا اعمل اختصار وهسميه اكسبر، وهاجي اخليه هنا اول حاجه الرقم الليفت، ممكن نحط مسافه مثلا. بعد كده محتاج الاوبريتور، وبعد الاوبريتور هكون برضو محتاج مسافة، وبعد المسافة هحط بقى الرقم اليمين. كده انا عملت هنا مكتوبة غلط، خليها ليفت. كويس جدا. كده انا عملت الشكل بتاع المسألة. انا هوقف 3 ثواني، عايزك تعرف ايه الخطأ في السطر ده وتقول لي. طيب الخطأ هنا ان انا لازم احول الارقام دي ل str. ليه ال str؟ لان انا هنا حاطط ارقام كده، انا حاطط الليفت والرايت دول عبارة عن ارقام عشوائية ما بين string. جميل. هنا string والاوبريتور ده عبارة عن string، فانا لازم احول الليفت ده ل str، وكمان احول الرايت ل str. الرايت مكتوبة غلط، تعالوا نصلحها. حلو كده انا عملت المسألة او البروبلم هتكون عبارة عن ايه وهتطبع ازاي. طيب دلوقتي انا محتاج الانسر. انا دلوقتي محتاج الاجابة اللي هبتدي ان انا اعمل فيها validation. طيب هعمل متغير هنا هنسميه الانسر. طيب الانسر ده المفروض هيكون عبارة عن حل المسألة دي. انا دلوقتي اقدر ان انا اعمل الموضوع كامل، او ان انا ابتدي احط السطر كامل ان هو يشوف لي المسألة دي بتساوي كام. بس احنا مش هنعمل كده وهنسهل على نفسنا. احنا بايثون فيها فانكشن بتبتدي ان هي تحط فيها مسألة معينة او عملية حسابية معينة، وتبتدي ان هي تجيب لك الناتج. الفانكشن دي اسمها evil دي بتاخد مني ايه؟ هتاخد مني المسألة او البروبلم ماث بتاعتي. طيب يبقى انا بين الاقواس هنا المفروض احط ايه؟ المفروض احط الاكسبر. فانا كده عندي المسألة كاملة، وعندي هنا الانسر هتبتدي ان هي تجيب لي من الفانكشن اسمها evil ديت، هتبتدي ان هي تجيب لي ايه؟ هتجيب لي الحل. بعد ما اخلص محتاج ان انا اعمل return لايه؟ للمسألة زائد الانسر. طيب كده انا خلصت الفانكشن بتاعتي اللي بتعمل generate للماث بروبلم. انا دلوقتي كنت جايب ان المستخدم بيظهر له ان هو اخطأ كم مرة، فتعالى نعمل المتغير اللي اسمه wrong واخليه طبعا بدايته بصفر، والرسالة اللي بتظهر ان هو يدوس انتر عشان يبتدي، دي بتتعمل عن طريق ان انا بعمل input من غير متغير، وببتدي ان انا اكتب له اي جملة، فاقول له هنا press enter to start. كويس جدا. معنى ان انا هنا اقول له الانبوت هنا واكتب له اي حاجة، هو كده هيبتدي لما يجيب لي السؤال هنا لازم ان انا اضغط على اي زرار، او ان انا ابتدي ادوس انتر عشان يبتدي ان هو يعديني من الحتة دي، لان هنا ديت الانبوت انتوا عارفين ان دايما بتوقف الكود لحد ما المستخدم يجاوب. طيب المرحلة اللي بعد كده محتاجين ان احنا نحسب الوقت قبل ما نشغل الفور لوب. فانا محتاج اشوف هو نشغل الوقت ان هو يبدأ يعد، وبعد كده اشغل الوقت تاني لما يخلص، واطرح الاتنين من بعض. طيب انا ازاي احسب الوقت؟ انا عندي مكتبة اسمها time، ممكن نبقى نشرحها مستقبلا بالتفصيل، بس انا محتاج منها فانكشن واحدة اسمها time.time. طيب اللي انا محتاج اعمله ان انا دلوقتي هاجي اقول مثلا هعمل متغير هسميه start time، وابتدي اقول له ان انت عندك اللايبراري اللي اسمها time جواها حاجه تاني اسمها time، وبس كده. انا بعملش حاجه تاني. هو اول ما يجي هنا هيبتدي يحسب لي الوقت. حلو. جه دلوقتي دور الفور لوب. طيب الفور لوب المفروض هنخليها فور ان رينج. طيب توقع كده معايا، او مش توقع، حلل كده معايا. المفروض تكون فور ان رينج. ايه الرقم؟ انا محتاج ان هو يكرر كام مره؟ هما كام مساله؟ 10 مسائل، فانا محتاج ان هو يكرر 10 مرات. فاجي اقول له هنا فور اي ان رينج، واجي اقول له هنا المفروض اكتب له 10. لا، خلي الموضوع دايناميك شويه، وان انا ابتدي اكتب له هنا التوتال problems، بحيث ان انت لو جيت غيرت الرقم دوت فانت مش محتاج تيجي تغير هنا تاني. طيب انا هنا المفروض ان انا اعمل ايه بقى؟
المفروض ان انا عايز اخلي الجنريت بروبلم دي تشتغل. طيب الجنريت بروبلم ديت المفروض ان هي بتعمل ريتيرن، بترجع لي ايه؟ بترجع لي المساله ذات نفسها والانسر. طيب ما ده انا محتاج الاثنين. انا عندي طريقه عشان ابتدي ان انا اكول الفانكشن دي وتبعت لي التو فاليوز اللي انا عايزهم. هبتدي اول حاجه ان انا هكتب له الاكسبر، بعد كده هاجي اقول له هنا الانسر واقول له يساوي ايه؟ هقول له الجنريت بروبلم. كويس، دي كده معناه ايه؟ كده انا بقول له ان انت عندك تو فاليو المفروض ان انت هترجعهم لي. جميل، انا بقى بنادي على الفانكشن دول ان هو يرجع لي التو فاليوز دول. كويس جدا. طيب بعد ما رجعوا المفروض ان انا اعمل ايه؟ دلوقتي اللي حصل ان انا معايا العمليه الحسابيه، ان انا دلوقتي هو ابتدى الجنريت بروبلم، دلوقتي انا ناديتها وهي عملت العمليه الحسابيه او عملت البروبلم ماث او الماث بروبلم، ابتدت ان هي كونتها وانا ناديت الفانكشن دي عشان تعملها. كويس جدا. اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا عايز اعمل وايل لوب. طيب انا اعمل وايل لوب على ايه؟ اخليها مثلا الاول هنا true. طيب والمفروض مثلا ان انا اخلي متغير اسمه guess، تسميه الاسم اللي انت عايزه، وهبتدي ان انا اعمل input، وهبتدي ان انا اقول للمستخدم ان هي problem. جميل، problem ايه؟ احط له مثلا هنا كنا حاطين الهاشتاج واقول له البروبلم كذا. تعالى نحط الاف string. بعد كده هبتدي ان انا احط له str. جميل، جواه ايه؟ جواه الاي. في خطأ هنا او مش في خطأ، المفروض ان انا ما اسيبش الاي بس، لا انا المفروض ان انا اعمل اي بلس 1. ليه الاي بلس 1؟ عشان انا قلت 100 مرة ان اللوب اكسكلوسيف، فالرقم 10 اللي هنا هيبتدي ان هو يبدأ من الصفر. حلو، ومش هيجيب لي رقم 10، فانا لازم ازود واحد عشان لما يجي يبدأ من الصفر فصفر زائد واحد فهتبقى واحد، وهكذا. وهم يجي عند رقم 9 هنا لان مش هيجي 10، فلما يكون الاي هنا بتسعة اللي هو اخر رقم ضيف لي عليه واحد عشان تكون دي المسألة رقم 10. شرحنا الموضوع دوت كتير. بعد كده هبتدي ان انا مثلا اعمل له الكولون دي وخلاص. انا عايزه بقى يحط المسألة لان انا استدعيتها هنا بس ما حطيتهاش، ما طبعتهاش للمستخدم، فاقول له مثلا هنا الاكسبر. حلو، وبعد كده هحط له مثلا هنا ايه؟ اللي يساوي كده. كويس جدا، انا كده المسألة بتاعتي اهي ومعمولة ومفروض ان المستخدم يجاوب. طيب انا بقول له هنا الوايل ترو. طيب المفروض ان المستخدم هيفضل يحاول ان هو يحل. طيب المفروض ان برضو في الوايل ترو هبتدي ان انا اعمل فاليديشن على ايه؟ اشوف اللي المستخدم دخله ده ايكوال الانسر اصلا اللي انا عاملها ولا لا. لان احنا قلنا هنا الايفل هنا جابت لنا مين؟ جابت لنا الحل بتاع المسألة دي. طيب والحل دوت انا حاطه في المتغير اللي اسمه انسر، فانا لازم استخدم هنا الانسر واعمل فاليديشن ما بين الانسر والجس. طيب تعالى نبتدي ان احنا نعمل ده واقول له هنا if ايه؟ if الجس equal الانسر. طيب ساعتها انا عايز اعمل ايه؟ لو هو فعلا يساوي بعض فانا عايزك تعمل لي بريك. ليه بريك؟ عشان نبتدي ان انا اطلع من الوايل لوب وتبتدي الفور لوب تشتغل من الاول. لان انا لو ما طلعتش من الوايل لوب ببريك فيبتدي ان هو هيفضل يساله نفس السؤال عشان يجاوب صح. طيب انا ليه حاطط البريك لو الاتنين بيساووا بعض؟ عشان يطلع من اللوب اللي هي الوايل ويبتدي يعد تاني في الفور لوب وهكذا. طيب محتاج اعمل ايه تاني؟ محتاج ان هو بعد ما يطلع انا عايزه ان هو المتغير اللي اسمه wrong انا عايز ان هو يضيف لي على قيمته واحد. تعال نمشي كده باللوجيك واحدة واحدة. انا هبتدي ان انا اول لفة هيلفها او اول دورة هتكون في الفور لوب هبتدي ان انا هنادي على الجنريت بروبلم. طيب كويس جدا، بعد ما ناديت عليها عملت الوايل ترو. بقول له دلوقتي ان انت هتعمل لي او هتسأل المستخدم على الاجابة بتاعة المسألة اللي انا عاملها له هنا. طيب بعد كده هتعمل تشيك هو الاجابة اللي هو جاوبها دي نفس الاجابة بتاعتي ولا لا. طيب لو هي الاجابه فانا عايزك تعمل بريك عشان تطلع من الوايل لوب وتبتدي ان انت تعمل له مساله جديده بالفور لوب. طيب انا بقول له بقى لما تطلع خالص انا عايز منك ايه؟ انا عايز منك ان انت تضيف لي على الرونج ده واحد. لو هو كده ما طلعش يعني ده معناها ان هو غلط. طيب بعد ما اطلع من الفور لوب محتاج ان انا اشوف بقى الاند تايم. طيب انا عشان اعمل دوت هعمل برضو التايم دوت تايم. جميل، وبعد ما اعمل التايم دوت تايم المفروض ان انا عايز اعمل التوتال تايم بتاعي، وده هعمله بان انا هعمل الستارت تايم ناقص الاند تايم.
طيب بعد ما عملت التوتال تايم ان انا هطرح الستارت تايم اللي انا بدأت بيه، بعد كده اطرحه من الاند تايم اللي هو بعد ما اخلص المسألة او المسائل كلها. جميل، طرحتهم من بعض عشان اعرف الوقت اللي هو اخده او التوتال تايم ده. طيب انا كده عرفت التايم بتاعي، اقدر ان انا اعمل هنا print واقول له، ممكن الاول مثلا نعمل داش كده عشان نفصل، بعد كده مثلا هاجي اعمل له هنا print وهقول له الرسالة اللي انا كنت عاملها له، واقول له nice work. جميل، واقول له you finished. جميل in. وهبتدي ان انا بقى عايز احط له ايه، عايز احط له الرقم. تعالى نعمل هنا الاف string. ايه ده، في ايه العبث ده؟ هعمل الاف string وهبتدي ان انا عايز احط له المتغير بتاع التوتال تايم. كويس جدا. وبعد ما اخلص هقول له بقى الاخطاء هو خطأ كام مرة، فهقول له مثلا هنا wrong attempts. جميل، وهبتدي ان انا مش محتاج دي بقى، اعمل لها الاف string وهبتدي ان انا اقول له هنا wrong. جميل، هعمل run. بعد ما حلينا المشكلة هيجي يقول لي دلوقتي 8 زائد 4. طيب المفروض 12، انا هقول له مثلا هنا 14 فهتكون غلط. طيب تعالى اقول له 12 برضو غلط والله. طب 12. طيب ثواني كده، تعالوا نشوف ايه الخطأ. هو كده عمل لي البروبلم ماث كلها صح، فاكيد المشكلة هتكون هنا في الجزئية دي. انا محتاج هنا ال if guess equal الانسر، المفروض ان انا احولها str عشان هو كده بيعمل تشيك عليها وهي رقم. جميل، والانبوت هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن str. فالموضوع عمره ما هيتساوى مع بعض، لان الرقم عمره ما هيتساوى، او str الجس هنا عبارة عن str عمرها ما هتتساوى مع رقم. جميل، فتعالوا بعد ما حلينا المشكلة التانية نبتدي نشغل. 9 زائد 6 15. جميل، 4 في 9 36. 3 زائد 8 اقول له 11. 5 4 تبقى 9. 5 ناقص 3 اقول له 2. 7 زائد 17 7 زائد 10 اقول له 17. 10 زائد 10 اقول له 20. السهولة دي هقول له هنا 11. 7 في 4 اقول له 28. 9 زائد 7 هقول له 16. هيبتدي ان يقول لي نايس وورك، ان انا خلصت في سالب بسم الله ما شاء الله، والرونج اتمتس هنا بصفر. طيب انا كده دلوقتي عندي هنا مشكلة في التايم، المشكلة عندي هنا في التوتال تايم. اكيد عندي مشكلة لان المفروض الكبير ناقص الصغير، فهقول له هنا الاند تايم، هاجي اقول له هنا الستارت تايم. وطبعا انت كنت شايف ان كان في ارقام كبيرة. طيب انا مسحتها، فعايزين نعمل راوند، فممكن مثلا نيجي نعمل هنا راوند قلنا عليها ان هي هتبتدي تقرب لي الرقم، وممكن اقول له ان انا عايزك تقربها لي لرقمين. تعالوا نشغل سريعا اخر حاجة ونجرب كله ماشي معانا تمام. تقدر ان انت تطور المشروع دوت. جميل، زي ما انت عايز، ممكن تعملها ليفلز، تقدر ان انت تعمل اللي انت عايزه. في افكار كتير جدا تقدر تعملها. -1 والله، هو ما كانش بيكتب السالب. شكرا. انا كده كنت خلصت. طبعا هنا جايب لي اهو ان انا في 38 ثانية، وان انا غلطت مرتين بتوع هنا ان انا ما كنتش هنا بيكتب السالب. ده كده كان المشروع بتاعنا بتاع النهاردة. عرفنا فيه معلومات جديدة شبه التايم، وان انا ابتدي الايفل، وان انا اعمل المشروع دوت، وازاي ان انا اعمل مسائل عشوائية بطريقة سهلة. زي ما قلت لك تقدر ان انت تطور المشروع دوت لاكتر من حاجة، تعمله ليفلز، تعمل اكتر من حاجة، تبتدي ان انت تعمل له وقت معين ان هو يحل فيه. مش هحسب له الوقت، لا، انا اعمل له تايمر يبتدي ان هو يحل فيه المسائل دي. لحد هنا تكون محاضرتي خلصت. القاكم المحاضرة الجاية ان شاء الله في اول محاضرة في الهاندلنج فايلز. دمتم على خير، والسلام عليكم.